أهلا بكم من جديد. المنتخب المغربي مشاهدينا يتدارك في الشوط الثاني ويسجل هدفين وينتصر ب4 أهداف مقابل 2. طبيعة الحال مباراة بين البرازيل انتهت لتوها وعرفت دخول نيمار في اللحظات الأخيرة كأول مشاركة وظهور له في كأس العالم في هذه النسخة. إذن المنتخبان البرازيلي والمغربي يحققان الانتصار الثاني في هذه المجموعة. البرازيل في الصدارة متبوعة بالمنتخب المغربي الذي كما أشرت تدارك بعد شوط أول شهد بعض الأخطاء على مستوى الدفاع، وفي الشوط الثاني وعلى إثر عدد من التغييرات تمكن المنتخب من قلب النتيجة وسجل هدفين عبر البديلين رحيمي وياسين جاسم. شوط أول في كثير من المعاناة والأخطاء، ظهر الوجه الحقيقي في الشوط الثاني. قلبت الطاولة على هايتي وانتصر الأسود ب4 أهداف مقابل هدفين. انتصار مشاهدينا هو الثاني على التوالي بعد الفوز على اسكتلندا، السابع في تاريخ مشاركة المغرب في كأس العالم، والأهم أنه يمنح المنتخب بطاقة العبور إلى دور 32 وصيفا للمجموعة الثالثة خلف البرازيل التي أنهت الدور الأول بانتصار بثلاثية على اسكتلندا لتتربع على الصدارة في انتظار معرفة المنافسين لهما في دور 32. لاعبي منتخب هايتي بعد الخروج من هذه المسابقة في مباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة لهم، لكنهم تمنوا تحقيق الانتصار أو النقطة الأولى في مشاركتهم الثانية والأولى بعد 52 عاما. تفضل الكلمة. كما كنت أقول، إذن نحن كنا أفضل في استغلال الكرة عند الاستحواذ في الشوط الأول بصراحة أكثر من الشوط الثاني. في الشوط الثاني رأيت بأننا كنا متسرعين قليلا في الأمتار 30 الأخيرة أو آخر تمريرة أو آخر اللمسة. صنعنا الفارق رغم ذلك وتمكنا من تسجيل هدفين للفوز بهذه المباراة في النهاية. تدريب ممتاز من قبل المدرب، خيارات جيدة وصائبة خاصة في الهدف الأخير. 3 لاعبين الذين دخلوا شاركوا في هذا الهدف: عز الدين وسفيان رحيمي وياسين جاسم. لذلك هذا جيد، نقاط إيجابية تستنتج من هذا الانتصار من هذه المباراة. كل شيء لم يكن ممتازا، ولكن نرى أنه حتى عندما تصعب الأمور نحن نفوز رغم ذلك، وهذه قوة المجموعة والمنتخبات الكبيرة. فرناندينيو انتصار برازيلي ثاني على التوالي، كذلك ثلاثية، دخول نيمار، أمور إيجابية كثيرة بعد تصدر المنتخب البرازيلي هذه المجموعة. نعم، بدون أدنى شك البرازيل كانت تتطور من مباراة لأخرى. طبعا المباراة الأولى كنا نتوقع الفوز، ولكن المباراة الثانية لعبنا على الطريقة البرازيلية، وهذا يثبت بأن البرازيل مرشح قوي للفوز بكأس العالم. نعم، هناك العديد من الأمور الإيجابية مثل دخول نيمار، ولدينا لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وإندريك. لذلك أنشيلوتي لديه العديد من اللاعبين المميزين الذين بإمكانهم أن يمثلوا قوة هجومية ضاربة. كابتن يوسف، نشاهد كلمة وهبي في نهاية هذا اللقاء. صحيح الأهم تحقق قصة التتويج منذ آخر لقب عام 2002، وهي آخر فترة جفاف يعيشها أو أطول فترة جفاف يعيشها المنتخب البرازيلي منذ ذلك الحين على مستوى تتويج باللقب، هو الذي يتوفر على 5 ألقاب وكان دائم المشاركة في كأس العالم. سنعود لنتحدث عن المباراتين بالتفصيل لكن بعد فاصل قصير. تفضلوا بالبقاء معنا.